أول شيء أنا بدي أتشكر الجمهورية العربية السورية، وعلى رأسها سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد على حرصه على رجال الدين وأهل الدين وأصحاب العمائم البيضاء، لأنه بصراحة بهالفترة الطويلة اللي مرقت صار في استغلال من بعض رخيصي النفوس اللي هن لا يمتوا إلى رجال الدين بصلة، ومنن أساسا رجال دين، تزيوا بزي الدين وصاروا يطلعوا على سوريا يرتكبوا موبقات نحن كطائفة لا إلنا علاقة فيها ولم نتبناها من أي طرف سياسي. أنا ما عم بحكي في فئة على فئة وناس من دون ناس، وصار في استغلال لهذا الزي بشكل مسيء لكل ما يمت وما يرمز إليه هذا الزي. نحن من 3 سنوات، خليها الأمور تكون واضحة لأنه التكبيرة والتكاذب على الناس لازم ينوضع له حد بكل صراحة. اللواء عباس إبراهيم اللي هو شخص محترم وشخص يعني مشهود له بنزاهته، بياخد قرار طبعا مع وزارة الداخلية في لبنان انه اي شيخ درزي بيجي من سوريا الى لبنان، يدخل الى لبنان، لازم يكون معه بطاقة تعريف من احد مشايخ عقل الدروز في سوريا. طيب، وهذا القانون او هذا القرار له 3 سنين عم يتطبق في لبنان. كل شيخ درزي عم يقطع الحدود السورية اللبنانية عم يطلب منه بمركز الأمن العام على المصنع إبراز بطاقة تعريف من أحد مشايخ عقل الدروز. الرئيس الأسد والجمهورية العربية السورية أخذت قرار التعامل بالمثل، مش هي اللي بدأت في هذا القرار. طيب، أنا بدي أذكر وبدي أقول لكل الناس، لأنه أنا معني مثل الآخرين المعنيين بكرامة وعزة أهل الدين اللي هن بيمثلوا كرامتنا وبيمثلوا عزتنا وبيمثلوا قيمنا وبيمثلوا حكمتنا اللي هي خارج إطار السياسي والاستغلال السياسي الرخيص. أنا أسبوعيا ستنا بيجيني، وكل الأطراف السياسية بالدروز بيعرفوا هذا الشيء، في مشايخ دين بزي الدين عم يتوقفوا على الحدود. هل هذا مسموح؟ هيدي مش بهدلة لإلنا كلنا يتوقف شيخ على الحدود. وأنا رح أعطيك مثل من أسبوع، مش من لما بدي أحكيك لا من سنة ولا من شهر ولا من شهرين، من أسبوع حصل شغلة. أحد مشايخ الدين الدروز، ما رح سمي على الإعلام، أنا ما بعرفه، بيطلع على سوريا، بيتوقف على الحدود، ولو ما أنا اتدخل مباشرة كان هلق مسجون بالسجن، لأنه شيخ دين ومن المشايخ المحترمين. قدرت اتدخلت أنا، ومش مفروض أنا اتدخل بهيك أمور، هيدا اتدخلت مع الدولة السورية الكريمة، وبناء على تدخلي ما توقف الشيخ،
واعتبر انه فقط مطلوب منه مراجعة، تاني يوم راجع وأخلي سبيله وجبناه معزز مكرم عند أهله وعند عائلته. وبدي أقول لك بصراحة أكتر معلش اسمحي لي، هذا الشيخ بالسياسي منه لطلال أرسلان. خليني كفي لك، خليني أقول لك أول شيء شيخ العقل سماحة الشيخ نصر الدين الغريب هو شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، شاء من شاء وأبى من أبى، بقرار ديني درزي، وأنا مسؤول عن كلامي، بقرار ديني درزي قبل أن يكون مغطى هذا القرار بالسياسي. وخلينا نراجع مين أعلنوا لسماحة الشيخ نصر الدين شيخ عقل بال2006. اللي أعلنوا اليوم هو أكبر مرجعية دينية لدى الدروز في لبنان وفي سوريا، اللي هو الشيخ أبو سليمان حسيب الصايغ معصرايتي. وبالتالي وهي الصور بعدها موجودة، وبعتقد LBC بتمنى عليها ترجع تعرض الصور الإعلان الشيخ نصر الدين. وهذا الإعلان لما بيتم من شيخ البياضة ومن الشيخ أبو سليمان حسيب الصايغ الله يطول بعمرهم، أكبر من أي قانون صدر بغفلة من الزمن بقرار سياسي. ستنا شرعية بطرك الموارني مش صادرة بقانون من مجلس النواب، ومشيخة عقل الدروز أكبر بكتير من نصوص قانونية بصوتوا عليها بمجلس النواب. وإذا بترجع لإلي كطلال أرسلان أنا عم بحكيها ولح أعلنها الليلة معك أنت، لحقولها بكل صراحة، مشيخة عقل الدروز يجب أن تتحرر من نصوص ومن قانون صادر بمجلس النواب وبتخضع موازنتها لرئاسة الحكومة في لبنان. هذا شيء معيب ما بيليق فينا لا كدروز ولا كطائفة عريقة بديانتها وبطهارتها وبسياستها وبدفاعها عن لبنان وعن أهل لبنان وعن وحدة اللبنانيين. ستنا ما حدا يجرب يفوتنا بزوريب بالسياسي. أنا تمنيت على وليد بايك امبارح إنه خلينا نحكي مع بعضنا بالسياسي، نبعد رجال الدين وأهل الدين، لأنه مش موقعهم هذا الموقع، ولا بيجوز التعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد. سماحة الشيخ نصر الدين شيخ عقل باعتراف المرجعيات الدرزية الدينية الكبرى، وهذا أمر طبيعي. نحن ما تجاوزنا ولا عم نتجاوز، بالعكس نحن عم نحمي مشايخنا بهذا الموضوع. ونحن هذا الأمر مش حكر، ما له علاقة بالسياسي لا من قريب ولا من بعيد. هذا أمر فقط للتعريف عدم استغلال الزي الديني بطريقة ما حدا بيتشرف فيها. نحن مع الحفاظ على هذا الزي بنقاوته بطهارته بديانته اللي نحن تربينا عليها واللي نحن كلنا محافظين عليها. وأنا لا أحتكر هذا الموضوع، ولكن لا أسمح لأحد أيضا أن يحتكر هذا الموضوع. أما بالنسبة لما يقبل وليد بايك بأنه المشايخ التابعين للشيخ نعيم حسن بأنهم ياخذوا الإذن من عندكم من الشيخ ناصر الغريب؟ مش من عنا ستنا خلينا نكون واضحين، خليها تكون الأمور واضحة. نحن كل مين بريد يطلع على سوريا مش أنا بمنعه
ولا سماحة الشيخ نصر الدين بيمنعه، ولا حدا في يمنعه. نحن فقط عم نقول الدولة السورية عم بتعامل الدولة اللبنانية بالمثل. أخذت إجراء الدولة اللبنانية من 3 سنوات بهذا الموضوع، ما نسقت ما أحد فيه. طيب اجت سوريا عم بتقول أنا بدي أعمل بالمثل. شو بتقولي لها؟ بتقولي لدولة لا أنا بدي أطلب منك عدد الدروز في سوريا ستنا قد عدد الدروز في لبنان على 3 مرات، على 3 مرات. صح، ولكن اليوم القرار يعني بعد عم تقول بعد سنة، اليوم القرار عم يجي بوقت وليد جنبلاط عم بيقول انه انا عم اتطوق من الجانب السوري من جبل. هل هذا القرار يا ستنا يعني لمزيد من التطويق ام انه فقط للرد مثل ما حضرتك؟ يا ستنا اول شيء ما بدي فوت بسجال مع وليد بيك. امبارح دخلوا المشايخ الكرام وهو سحب اللي كتبهم وأعطى إعاز إنه نوقف الحملات، ونحن كمان سحبنا وأعطينا إعاز. أنا بدي أقول لك كلمتين. ما حدا محتاج يتآمر على حدا. سوريا انتصرت. سوريا لما كانت بحاجة إنه تتآمر ما تآمرت، مش بس تنتصر بدها تتآمر. يا ستنا الموضوع بسوريا صار ورانا، والفتنة بسوريا صارت ورانا، والإرهاب التكفيري بسوريا انكسر، والمشروع التقسيمي في سوريا انكسر. شو بدك أنا شو رأيي؟ وليد بيك جنبلاط هو عم بقول، مش أنا. شو بدك فيي أنا شو رأيي؟ هو عم بقول بكل مجالسه، مش سر، عم بقول رهاننا خسر، رهانه خسر. طيب هلأ إذا رهانه خسر فشت الخلق بتطلع برجال الدين؟ شو لهم علاقة بالقصة؟ يعني ذهبت الى تهدئه وسحبت التويتات وهيدي التهدئه خلص يعني رح يتفكر الملف؟ لا، انا ما عم قول، انا عم قول التالي. وليد بيك اعلن من 2 3 ما عادش ذاكر ايمتى انه اذا الخلاف على المجلس المذهبي والاوقاف ومشيخة العقل بصير في حوار وهو مستعد. انا هلق عم قلك على LBC أنا كمان حاضر للحوار، ما حدا بعيد عن الحوار. هل مستعدين إنه ننزه مشيخة العقل والأوقاف والمجلس المذهبي من التجاذب السياسي، نعم أم لا؟ إذا نعم أنا مش إيدي ممدودة، الإيدتين ممدودين. وإذا هي لتحقيق نفوذ سياسي لأحد الأطراف على الأطراف الأخرى، ما رح نقبل، بس كل صراحة، لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أكبر دليل اللي عم بحكيه يا ستنا إنه شيء مؤسف، وأنا مألوم، أنا عم بحكي بألم. شيء مؤسف لو في عم يحكي عنه وليد بيك شيخ عقل ومشيخة عقل وقانون صادر نظم مشيخة العقل، ولو ما الدروز صار عندهم كذا مشكل وكذا خلاف، دخلك ونني وين المصلحين؟ وني هيدي اللي عم يعطيها دور مشيخة عقل وقانون ومجلس مذهبي وقانون صدق بمجلس نواب، ونو الدروز بالضيع مستنفرين على بعضهم، ونو نعيم حسن، ونو وين المرجعية اللي بتعتبر حالها لهيك ستنا؟ المرجعية الدينية مش ورقة وقلم. نحن مرجعياتنا الدروز عبر التاريخ، مش ورقة وقلم. مرجعياتنا
بخلواتنا بديانتنا، مش بقانون بيصدر بشرع وبحرم وبحلل. لا ستنا، نحن مرجعياتنا الكبار لمعلوماتك ولكل اللبنانيين لا يعرفوا، بيعتبروا مركز مشيخة العقل هو مركز منه رأس الهرم الروحي عند الدروز، لا من قريب ولا من بعيد. شو حاج بقى يعني دخيلك، يعني حاج بقى يهولوا بهيدا. نحن خلينا نطلع بالنص الكباية الملان. إذا وليد بيك بعده مصر على الاستفراد بهذه المواضيع، نحن منا قبلنين، ومش وحدنا، ومش طلال أرسلان وحده، كتار ومن أهم مرجعيات الدين عند الدروز مش راضيانين. عم بقول المسألة بدها حوار، أنا هو بده يقدم خطوة، أنا بدي أقدم 3 خطوات. نحن مستعدين لنقاش أي موضوع بيكسر هذه الحدية. نحن مش أزم نكون مختلفين بالسياسة، هيك طبيعي الواحد يختلف مع خيه بالسياسة، بس هل مسموح إذا واحد اختلف مع التاني بالسياسة يبطل فيه محرمات للنزاع وللصراع؟ عم نتبهدل. لا، ما بيجوز. في خطوط حمراء، وخطوط الحمراء أنا قلت وبعدني عم قولها، الخطوط الحمراء يا إما على كل الناس، بدءا بمرجعياتنا الدينية الكبرى، هي خط أحمر، احترامها خط أحمر، بيوتاتنا خط أحمر، كلها عائلاتنا خط أحمر، ما بيجوز. عرضنا خط أحمر، هي كله معرض للتجاذب السياسي، لا ما بيجوز. نحن مستعد للحوار، نحن حاضرين للحوار، مستعد للوفاق، نحن حاضرين للوفاق. بالسياسة كل واحد يا اختي هو اخذ رهان، هو خسر فيه. انا جربت كتير انصحه وقل له انه مطرح ما رايح خطأ، ورح تورطنا بشيء نحن بغنى عنه. ما كان يقتنع، اخذ خياراته، هي خياراته، انا مالي حق اتدخل، هو حر. بس نحن كمان حمايتنا وحماية طائفتنا مش هو وحده بيحميها، نحن علينا واجب كمان انه نحميها. وانا بعتبر انه ضميرنا مرتاح بخياراتنا السياسية، ضميرنا مرتاح بخياراتنا الإقليمية، بكل صراحة بقلك ضميرنا مرتاح. نحن الدولة السورية يا ستنا، اسمعيني منيح، حفظت لنا كرامتنا بسوريا، حفظت لنا أرضنا بسوريا، حفظت لنا عمايمنا بسوريا، هي والجيش العربي السوري. نحن كان يا ستنا بمناطقنا عيميننا داعش وعشمالنا جبهة النصرة. نحن بقلب لوز اندبحنا. لا معلش، لا مش كل شيء محلل بالسياسة أبدا، في محرمات بالسياسة. نحن لما نسواننا بينخطفوا، لا نحن الدروز مش هيك ستنا، ولا ربينا هيك ولا بنعرف هيك. نحن الرئيس الأسد على راس السطح، بتزعج مين بتزعج، بترضي مين بترضي، أنا ضميري مرتاح. نعم أنا تعاونت مع الرئيس الأسد بأحلك الظروف لحفظ كرامتنا وكرامة سوريا وكرامة الهوية وكرامة وضد التقسيم، ونحن ما شفنا إلا الخير من هذا الموضوع. ليش حر بالسياسة، حر كل واحد. لما أنت قلت يا وليد بيك إنه جبهة النصرة مش إرهاب، كانت حضر رايح لنا بضايعة بحضر لحالة فوق 130 شهيد من وراء جبهة النصرة يا ستنا. لا
هيدا سياسي، هي بطلت سياسي.